موضوع الاستاذ احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي لليوم السابع. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمود، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. بدايه العلاقات المصريه الصينيه والعلاقات العربيه الصينيه يمكن شهدت تطور على مدى السنين الماضيه في اطار توسع الصين بفكره الدوله الكبرى او انتهاجها فكره ان يكون هناك عالم متعدد الاقطاب، وبالتالي هناك اكثر من قوه عالميه وليست قوه واحده، بالاضافه الى دول اقليميه او قوى اقليميه تحقق التوازن داخل مناطقها. ده حقيقي كما يقول. ده صحيح. هو طبعا في البدايه اعتقد انه الزياره تاتي في وقت مهم جدا وفي لحظه حرجه، وبالفعل بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه والكل يعلم انه مجلس اداره العالم بيتشكل من جديد. واعتقد انه الصين طبعا لاعب قوي جدا وقوه عظمى. طبعا الصين على المستوى الاقتصادي هي تاني وفقا للارقام، هي تاني اقتصاد في العالم، لكن على مستوى الواقع هي اول اقتصاد في العالم. ده هذا امر مفروغ منه. الامر الثاني، الصين بالفعل من خلال سياسه النفس الطويل والصعود الصامت هي بتحاول بقدر الامكان ان يكون لديها نفوذ في منطقه الشرق الاوسط، بالاخص لحوليه هذه المنطقه والاهميه هذه المنطقه ولدور هذه المنطقه بالنسبه لمبادره الحزام والطريق، المشروع الكبير اللي بتشتغل عليه الصين بشكل كبير جدا، واللي هو 2013 طبعا في مشروع اخر في الشمال. وبالتالي فكره انه الصين الان هي بالفعل بتحاول بقدر الامكان ان هي تبقى موجوده كلاعب دولي كبير وقوه عظمى لديها النفوذ ولديها السيطره، وتصارع باشكال مختلفه على قياده العالم في ظل نظام عالمي متعدد الاقطاب. والناظر والمتتبع لهذا الامر يجد امور كثيره جدا. اولا، لاول مره الصين تقرر ان يكون لديها قاعده عسكريه في جيبوتي في منطقه القرن الافريقي خارج اراضيها، هذا امر. الامر الثاني، لو نظرنا الى حجم الاستثمار وحجم النفوذ الاقتصادي داخل افريقيا وداخل المنطقه العربيه خلال السنوات الماضيه، الصين هي يعني لها نصيب الاسد من هذه الاستثمارات. وبالتالي زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين في هذا الوقت وفي هذه الظروف الراهنه، اعتقد ان هي لها مكاسب عديده جدا وثمار متعدده. لانه اولا الصين تحاول بقدر الامكان ان تقدم نفسها للعالم كله على انها وسيط دولي مرغب فيه، يعني الناس بترحب بهذا الامر، لان سياستها بتعتمد على فكره الاولويه الاولى للاقتصاد، وانه التقارب والالتقاء عبر بوابه الاقتصاد بعيد عن التدخل في شؤون الدول الداخليه سواء كانت سياسيه او خلافه. وده على عكس الولايات المتحده الامريكيه اللي هي دائما ما تتبنى سياسه الاستثمار في الصراع والاستثمار في الازمات. وبالتالي اصبح للصين دور مهم جدا، وخاصه بعد 2011 في منطقتنا، واحنا شفناه بقى بشكل كبير جدا، وصل الى يعني زي ما بيقولوا كده الى الذروه عندما حدث او قامت بدور الوسيط في فكره احداث التقارب السعودي الايراني. وبالتالي اعتقد ان هذه الزياره هي لها يعني اكثر من بعد. اولا، بعد العلاقات الثنائيه اللي هي تشهد طفره غير مسبوقه بين مصر وبين الصين خلال السنوات الماضيه. والرقم الذي يدل على ذلك انه الصين هي اكبر شريك تجاري للدوله المصريه، وان حجم الاستثمارات الصينيه الان وحجم التبادل التجاري تخطى، حضرتك بنتكلم دلوقتي 16 مليار دولار، ثم مستهدف خلال السنوات القادمه اللي ان احنا نوصل ل 25 مليار دولار. وبالتالي هذه الارقام تؤكد انه هناك اصرار من القياده السياسيه السيد عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه في الصين على تعزيز العلاقات الثنائيه على اوجه او في كل المجالات، وخاصه المجالات المستدامه. الامر الثاني، ان مصر حريصه على هذه الامور لاكثر من سبب. ببساطه شديده جدا، الصين هي عندها نوع من انواع المرونه في نقل التكنولوجيا، وبالتالي ده امر مهم جدا لاي دوله واي اقتصاد ناشئ واي دوله تريد بالفعل ان هي تعمل على توطين الصناعه. هتلاقي انه الصين هي من افضل النماذج المهمه جدا في التعامل. الصين ايضا بتسعى وتحرص كل الحرص ان يكون لديها صناعات، وان هي بتنقل المجمعات الصناعيه والمصانع الكبيره بتاعتها في المناطق المهمه جدا اللي هي تخدم على مبادرتها اللي هي الحزام والطريق. وبالتالي اعتقد ان هي بتعتمد على ان مصر هي لها دور محوري في هذه المبادره، وبالتالي
الصين لديها يعني من السهوله ومن المرونه ان هي حتى مبادره اعزام الطريق تعتمد على فكره وجود قناه السويس بالتحديد بالنسبه للممر البحري وبالتالي التعاون مع الموانئ المصريه ومع الدوله المصريه فيما يتعلق بهذا الموضوع اساسي في هذا الموضوع. ده حقيقي. الحقيقه الحاجه الثالثه المهمه جدا وده اللي هو يعني بيلقي بظلاله على هذه الزياره وبيحقق مكاسب عديده جدا، ان الصين بالفعل ما عندهاش مشكله في نقل التكنولوجيا، ودي الاشكاليه الكبيره جدا خلال السنوات الماضيه، ان القوى العظمى كانت دائما تحتكر التكنولوجيا وتحتكر العلم في هذا الامر، لكن الصين خلال السنوات الماضيه بالفعل قدرت ان هي تشتغل على ده، ولا مصر لها خصوصيه خاصه، وبالتالي العلاقات الثنائيه او مستوى العلاقات الثنائيه بين البلدين شهد طفره كبيره جدا، وده احنا شفناه بشكل كبير جدا في امور مختلفه. هناك ايضا امر مهم جدا الا وهو البعد السياسي. احنا طبعا عارفين اللي بيحصل حاليا دلوقتي وما يدور في غزه وما يدور في منطقه الشرق الاوسط والاقليم ككل من صراعات ومن ازمات متعدده، وبالتالي دور ان يكون هناك تنسيق وتوافق والتقاء مع دوله هي يعني عضو دائم في مجلس الامن، اعتقد ان ده له يعني اهميه كبيره جدا تدركه وتحرص عليه الدوله المصريه، وبالتالي هذا البعد واحنا شفناه في الخطاب الختامي بين الرئيس المصري وبين الرئيس الصيني اللي هم اكدوا بالفعل على الالتقاء في كثير جدا من القضايا، وخاصه ان الصين موقفها ثابت تجاه اقامه الدوله الفلسطينيه، وان الصين دائما سياستها تعتمد على فكره عوده الاستقرار والهدوء الى هذه المنطقه، وبالتالي الاراده المصريه او الموقف المصري بيلتقي مع الموقف الصيني اللي هي بمثابه قوه عظمى واللي هي بمثابه عضو دائم في مجلس الامن، وده بيخدم على يعني الدوله المصريه في ومواقفها في حل الازمات، وخاصه منها انهاء حرب غزه اللي هي موجوده، وبالتالي اعتقد انه ما يدور في غزه وحرب غزه والالتقاء والتوافق بين الصين وبين مصر ده خد جانب كبير جدا من المباحثات ومن المناقشات بين الزعامين السيد الرئيس والسيسي ورئيس الصين. ايضا كان هناك بعد عربي مهم جدا، وده والحديث عن البعد العربي وهو المنتدى العربي الصيني